تعالى بقى اقول لك مين هي الصفقة اللي كل النقاد ومقدمين الكورة اللي بيتكلموا عليها عشان الزمالك هيتعاقد معاها في الميركاتو الجاي. مبدئيا كده 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 نادي الزمالك هيتفك، مفضلش فيه غير حوالي بالظبط كده 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دول هيتقدموا طبعا لمساعدين فيرا ويبقى تشيبونج. الصفقة فكرت بالتلات فتح. فالصفقة مين هي؟ اللي مهيب وكان معاه هنان ضيوف نقاد عارفين طبعا الكورة والكلام ده كله، قال لك ان في صفقة جاية والكلام ده كله ومش عارف ايه. قلنا مهيب بيهبل وبيهيس، لكن ظهر لنا فيديو كابتن طارق السيد. وطبعا كابتن طارق السيد علاقته بيه كابتن حسين السيد اللي موجود في مجلس الإدارة كبيرة. فالأخبار اللي بتيجي من ده لده أخبار موثوقة 100%. عشان كده احنا جايين النهارده نقول الصفقة اللي الزمالك هيجيبها هي صفقة مهاجم قتال، مهاجم دولي. المهاجم ده، طب تعالى بقى نشوف مين هي الصفقة دي. الصفقة هي محمود كهربا. كهربا هيرجع الزمالك تاني؟ طب ليه؟ كولر مش عايزه، كولر مش شايف كهربا. كهربا كل مرة بيعمل مشكلة أكتر من اللي قبلها، أو كل شوية مشكلة أكتر من اللي قبلها، وده بيأثر طبعا على علاقة المدير الفني باللاعب وكمان ثقته فيه. إن أنا أديك ثقة إنك تلعب وأنت تروح عامل كده، لا ده مش كويس طبعا للعيبة والمدير الفني. لكن محمود كهربا هو المهاجم الأفريقي اللي هيجي الزمالك. طب إزاي؟ أقول لك أنا في كوبري هيتعمل تاني. كوبري دوت هيتعمل تاني. طب إزاي؟ تعالى أقول لك بقى. شوف كهربا كان هيروح نادي الخلود السعودي، تمام؟ طبعا الخلود كهربا مش مع المستوى المردود، فالزمالك هياخده. بس هل تتوقع يكون هو برضك محمود كهربا زي ما انا بخمن، ولا انت شايف ان ممكن لاعب تاني افريقي؟ طبعا من الافريقي يبقى ملهاش علاقه خالص بموديست. موديست لا فرنسي اوروبي، يبقى ملهاش علاقه. طب مين بقى هو اللاعب اللي في دماغك؟ وقول لي مين هو، ولا صح ولا غلط.